مش يمكن أكون أنا اللي توكسيك؟ مش يمكن أكون أنا الشريرة في قصة أحدهم؟ يعني ايه شخص توكسيك؟ انا بقيت احس دلوقتي ان تعبير توكسيك ده بقى بيتقال على اي حاجة. يعني حد مش عايز يعمل لي حاجة انا عايزها فخلاص ده توكسيك. حد عنده مشكلة مثلا وبيمر بأزمة نفسية فيقول لك لا ده عنده نيجاتيف انرجي، ده الشخص ده توكسيك. لكن الشخص التوكسيك اللي هو السام المؤذي، الشخص اللي هو بعد معرفته ده الواحد بيحس كده ان هو اتعلم عليه، اللي هو بيبقى عدى بتجربة خد منها درس، يعني طلع من بين عينيه. فما ينفعش التعبير ده كده يتقال على اي حد وعلى اي تصرف عمال على بطال. ومش بالضرورة انك انت تقابل حد توكسيك في علاقة حب، ممكن تكون علاقة صداقة توكسيك، ممكن يكون حد من الاهل توكسيك، ممكن يكون الاب او الام توكسيك. والحقيقة الواحد اتعامل معاه حاجات كتير قوي ما كانش يعرف انها مشكلة، ما كانش يعرف ان هو لما يشوف حاجة زي كده مفروض ان هو يجري، مفروض ان هو ينهي العلاقة دي سواء كانت صداقة او علاقة حب. فمتهيألي الواحد اتعلم كتير واتعلم عليه كتير. دي ممكن خلاصة التجارب والخوازيق المتعددة واللي أعتقد أن أغلبنا عدى بيها تحت أي مسميات. فخلينا نشوف مين الناس التوكسيك دول. لو لقيت حد كل ما بتحصل مشكلة بيلومك، كل ما بتحصل حاجة يخليك تحس بذنب، فالشخص دوت بيعمل حاجة اسمها جاز لايتنج. فالجاز لايتنج ده نسبة للفيلم اللي كانت سنة 1944، واللي فيه البطل كان بيقعد يعلي ويوطي النور ويوهم البطلة ان كل ده تهيؤات وان هي دي اوهام وكده. فيعني هي كان تحت تأثير هذا الوهم اعتقد ان هي مجنونة يعني. وفي فيلم عربي شبيه لنفس القصة، فيلم اسمه أين عقلي بتاع سعاد حسني. وفي الفيلم برضو جوزها كان بيقعد يغير ترتيب البيت وهي بره، ولما ترجع تقعد يقول لها لا هو كان أصلا ترتيبه كده انتي بيتهيألك. كان بيقرأ كتاب اسمه كيف تصنع مريضا. فهي دي فكرة التلاعب، ان شخص يحسسك ان حاجة بتحصل لكن هي وهم، انت بتتوهم. يعني مثلا في الحقيقة انت ممكن تكون شفت حد بيعمل حاجة انت متأكد انك شفته، فيجي يقولك لا والله انت كان بيتهيألك ما حصلتش. انه يقولك على حاجة وبعدين يرجع يقولك لا انا ما قلتش الكلام ده، وطول الوقت يحسسك بالذنب وان انت السبب في حاجات انت ما عملتهاش اصلا او انت ما كنتش السبب فيها، بس هو طول الوقت بيحسسك انه لا ده انت السبب، انت اللي عملت كده، ولولا انك انت مثلا ما عملت كذا ما كانش حصل كذا. فالنوع ده من التلاعب بيخلينا نشك في نفسنا طول الوقت. طيب هو انا فهمت غلط؟ طيب هو انا عملت حاجة غلط؟ وبعد ما الواحد بيخرج من علاقة زي كده بيكون فاقد الثقة في نفسه تماما وفاقد الثقة في قراراته، فهو طول الوقت بيبقى مهزوز. فدي علاقة مؤذية جدا وتوكسيك جدا. والنوع التاني اللي هو عدى علينا برضو كلنا، الجوستينج، ان صديق او حبيب يختفي بدون اي سابق انذار. فجأة كده تلاقي شخص بيعمل سين للمسج وما يردش، يبعد من غير اي مبرر. الفعل ده ان شخص يختفي من غير ما يبقى عنده ذرة مشاعر انه يبرر للي قدامه هو اختفى ليه، بيخلي الواحد يفضل يسأل نفسه ويلوم نفسه. هو انا زعلته؟ طب هو انا عملت حاجة ضايقته؟ طب هو ايه اللي حصل؟ والشخص ده للأسف بيكون أناني جدا، كل اللي همه هو نفسه ومشاعره، والشخص اللي قدامه مش بيكون فارق معاه أصلا. هو مش بيبقى فارق معاه الشخص ده هيحس بإيه، مشاعره هتكون إيه في اللحظة دي. وساعات الجوستنج الناس بتستعمله كباور موف. يعني ايه؟ يعني ان الشخص هيحس بالقوة، يحس ان هو قوي في اللحظة دي، ان بيخلي الشخص اللي قدامه يجري وراه، ان بيخلي الشخص اللي قدامه حياته وقفت عليه. ساعتها هو بيحس بالقوة، بيحس ان هو مهم، الايجو بتاعه بيحس بالرضا. فده تصرف سام بشكل غير عادي، لان شخص ما عندوش ادنى نوع من الذوق والاحترام ان هو ينهي علاقة سواء كانت حب او صداقة بشكل محترم، يخلي اللي قدامه فاهم ايه اللي حصل. فده موقف عدى علينا كلنا وما كناش نعرف ان هو له اسم، ان هو جوستنج وله اسباب. ويمكن الواحد فضل يلوم نفسه سنين طويلة ويفتكر انه ده ذنبه او حاجة، وهو في الاخر ان الشخص ده توكسيك. وفي البريد كرامينج، اللي هو شخص غريب يظهر فجأة في حياتك ويبدأ يهتم بيك ويبقى عايز يعرف تفاصيل يومك ويبعت لك مسجات ويسأل عليك ويهتم بيك، وبعد كده بعد ما تكون خلاص اتعلقت بالشخص ده بيختفي.
ده غير طبعا ان طول الفترة دي مفيش شكل محدد للعلاقة، لا هي باين دي صداقة ولا ده حب ولا ده اهتمام ولا ده ايه، حاجة مموهة جدا ومش مفهومة ابدا. وبتكون النتيجة انك بتقعد تجري وراه علشان بتكون مش متعود على المعاملة بالطريقة دي، وبتكون في بالك ان هو عنده مشكلة او عنده حاجة أزمة مثلا، فانت عايز تقف جنبه فيا ترى في ايه. لكن هو ما عندوش اي حاجة وما عندوش اي مشكلة ولا اي أزمة. هو الشخص ده حابب يحس بالسيطرة ويحس ان هو في ناس بتجري وراه، لان هو ده شخص نرجسي وحابب يكون هو مركز الاهتمام ومركز الكون. وإحساس إن حياة حد بقت متوقفة على وجوده ده بيديله إحساس بالهيبة والعزة، إن هو عنده سيطرة على شخص آخر. ومتهيألي الشخص ده بقى بالذات عدى علينا كلنا بشكل أو بآخر، ويعني كلنا بنفتكره بكل خير الحمد لله. يعني في بقى حاجات توكسيك بتبقى مش باينة قوي، ان شخص مثلا ما يبقاش عنده اهتمامات في حياته، ما عندوش اصحاب مثلا، ما عندوش حاجات تانية بره العلاقة دي. ففي الاخر بتكون العلاقة دي هي محور حياته كلها بتدور حوالين الشخص اللي هو مرتبط بيه. فبتلاقي بقى ايه، الشخص ده ايه، عنده مشكلة تعلق زايد، ان هو عايز يبقى مع الطرف التاني طول الوقت، يبقى معاه في كل حاجة. هيخرج مع اصحابه اخرج معاكو، هتعمل اي حاجة اعملها معاكو، انا جاي معاكو في اي حاجة. ولو الشخص التاني مثلا عايز وقت لنفسه وعايز يعمل حاجة مع نفسه، عايز يخرج مع أصحابه لوحده، من حقه، لكن هو هيحسسه بالذنب كل مرة هيحاول يعمل أي حاجة لوحده. هيحسسه إنه لأ، طالما في وقت لازم يبقى الوقت ده إحنا بنقضيه سوا. والناس بيلتبس عليها الأمر إنه ده اهتمام أو إنه ده شخص بيحبني قوي فمتعلق بيا، لكن ده تعلق مرضي وبيقلب في الآخر بعد كده بسيطرة زيادة. إن الشخص ده بيبقى عايز يعزل الطرف التاني عن كل الناس، بيبقى مش عايز يبقى بعد كده في حياته حد تاني غيره هو. فدي حاجة توكسيك والناس مش بتعتبرها توكسيك. حاجة تانية عدم الثقة، ان شخص يبقى طول الوقت عايز يفتش في تليفونك، عايز يعرف انت بتكلم مين، بتقول ايه، بتعمل ايه، بتتصور مع مين. والعكس تماما الشخص اللي هو بيبقى خايف ان حد يقرب من تليفونه، اللي بيبقى دايما عامل باسورد فظيعة كأن عنده سر الامن القومي جوه التليفون ده. فده اكيد بيعمل حاجة مش تمام، بس هو مش عايز الناس تعرف. فهي يعني شعرة بين الاتنين، والشعرة دي هي الثقة، انك انت تبقى واثق ان اللي قدامك ده مش بيعمل حاجة غلط، وان الشخص اللي قدامك مش بيبقى بيبين لك ان هو بيعمل حاجة غلط، او مش بيعمل حاجة مثيرة للشك اصلا ان هو تبدأ تشك فيه ان هو بيعمل حاجة غلط. فالموضوع ده بيقف كده في النص، ما بنبقاش عارفين نحدد طب نعمل ايه. حاجة توكسيك جدا كمان التهديد، حد يقولك لو ما عملتش كذا هعمل كذا، او ان شخص مثلا يمنع عنك اهتمامه مقابل انك انت تعمل حاجة هو عايزها. فده نوع من التلاعب توكسيك جدا. المفروض ان بمجرد ما حد يبدأ يشوف حاجة زي كده بتحصل من طرف تاني، انه يبعد عنه تماما، لان لو في تفاهم مش هيكون في تهديد، مش هيكون حد محتاج ان هو يقوله لو ما عملتش كذا هعمل كذا. فمتهيألي ان دي من اكتر الحاجات المرعبة جدا في اي علاقة، انه حد يبقى طول الوقت كأنه ماسك عليك زلة. اكتر حاجة توكسيك بقى على وجه الارض الكذب. الشخص الكذاب ده ملوش حل، يعني ده خلاص، ده ترمي توبته وما تبصش وراك، لان هو طبع الكذب ده طبع. ولو حد بيبدأ يكذب في حاجة بيبدأ يكذب في غيرها، ويكذب في الصغيرة ويكذب في الكبيرة. فهو ده يعني شخص هوبليس كيس ومفيش منه اي امل. فده يعني قلته احسن ان يكون حد بياخد ومش بيدي، حد انت دايما بتهتم بيه وهو مش بيهتم بيك، حد انت اللي دايما بتتصل بيه بس هو ما بيتصلش بيك، بيظهر في حياتك علشان يتكلم ويحكي عن مشاكله، بس اول ما انت تبدأ تحكي عن مشاكلك يبدأ يغير الموضوع او يقفل الموضوع وينهي كل المقابلة مثلا. الشخص ده شخص اناني جدا، والدنيا كلها بتتمحور حواليه هو، وعمره ما هيديك الأمان أو الإحساس بالرضا عن نفسك. المشكلة بقى هنا لو انت في علاقة زي كده لفترة طويلة، سواء كانت صداقة أو حب، فبعد كده انت بتطلع منها مهزوز تماما، انت بتطلع منها حاسس ان انت ما تستحقش الاهتمام، بتبقى حاسس ان انت ما تستحقش ان انت يتسأل عليك، بتبقى حاسس ان انت ما تستحقش ان انت تتكلم وحد يسمعك.
فبعد كده بتبدأ تحس انك انت بتخش علاقات تانية من اتجاه واحد، انت بتكرر نفس الباترن اللي حصلت قبل كده. والتعافي من تجربة زي كده بياخد وقت طويل جدا، لان هو ما كانش فيه حاجة صريحة توكسيك انت قادر تحط ايدك عليها، غير انك انت اتعودت على اسلوب معاملة معين. فالموضوع ده توكسيك ومؤلم، والناس دي مؤذية وهي نفسها مش عارفة قد ايه هي سببت اذى للي قدامها. ان حد يبقى عايز يثبت انه صح طول الوقت. لو في اي مشكلة الشخص ده مش بيحاول يدور على حلول، هو الشخص ده عايز بس يثبت ان هو صح وان اللي قدامه غلط، هو بس عايز يرمي الحمل كده من عليه. فالتعامل مع الشخص ده بيكون مرهق بشكل غير عادي. وزي ما بنقابل ناس توكسيك، احنا كمان ممكن نكون توكسيك في علاقاتنا. فمتهيالي الموضوع محتاج وقفة وتفكير، والواحد دايما يشوف هو بيعمل ايه، ولو هو بيعمل حاجة حاسس ان هي ممكن تأذي حد يحاول يحسن من نفسه ويحاول يغير الحاجة دي. وعيوب الناس ما هياش بالضرورة ان هي تكون حاجة توكسيك، لان في الاخر مفيش حد كامل. فلازم نتعلم نفرق ما بين العيوب والصفات السامة. ولو حسيت في اي وقت انك بتتأذي في علاقة، فانت لازم تنهيها فورا، لانه لازم يكون في دماغك ان محدش بيتغير عشان حد، ومحدش بيقدر يصلح حد. لكن الأهم من كل ده إنك أنت كشخص تستاهل إن أنت تتحب بشكل سوي، تستاهل إن يكون عندك في حياتك علاقات مريحة تسعدك وتريحك. متهيألي دي الحاجة اللي كلنا بندور عليها، إن احنا نكون مرتاحين وسعدة في أي علاقة احنا فيها، سواء كانت صداقة أو حب. فأتمنى إن كلنا نقدر نلاقي العلاقات المريحة ونبعد عن أي حد بيأذينا. أشوفكم في الحلقة الجاية. سلام.